بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة، اهدوني من إيديكم الحلوة بأحلى لايك بأحلى اشتراك مع تفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي مليان علينا وعليكم بالسعادة وبرضا من عند رب العالمين. قولوا أمين. النهارده هتعملي ايه يا ست بسيطة؟ النهارده هنعمل جمبري الغلابة ابو طعم وريحة ما اقولكمش، فوق الوصف والجمال. جمبري الغلابة اللي على قدنا، وهو ايه؟ سمك البسارية. زي ما انتم ما شايفين سمك البسارية الجميل الحلو اللي هنعمله بوصفتين حلوين جمال عشان يبقى جمبري الغلابة بجد، جمبري الاقتصادي الموفر اللي على قدنا. انا جبت السمك زي ما انتم ما شايفين، سمك البسارية، شطفته شطفة حلوة، حطيته في المصفى لما صفى كل ميته، وقمت عاملاله تتبيلة بتوم بهريسة بملح بخل بليمون، وقمت لفاه في التتبيلة بتاعتنا دي وسبته شوية. اول وصفة بتاعتنا نقليه ويقرمش كده ويبقى جمبري الغلابة الاقتصادي بجد. طب ايه بقى يا ست بسيطة؟ انا عندي هنا دقيق على نشا، عندي دقيق على نشا. يلا بينا نشوف هنعمل احلى جمبري ازاي. انا عملت ايه؟ انا خدت شوية من السمك بتاعنا حطيته في الدقيق. هنقعد بقى نعمل واحدة واحدة كده؟ لا، واجي اقوم عاملاه كده اهو اهو كده في الدقيق، واجي في مصفى حلوة اهو، واقوم منزلة كل الدقيق بتاعنا. ادي حبايب قلبي بعد ما انا خلت السمك بتاعنا من الدقيق زي ما وريتكم في مصفى في غربال في اي حاجه عندكم تقدروا تنزلوا الدقيق منها زي ما انتم ما شايفين اهو ما شاء الله بالوحده. دلوقتي اروح على طول على البوتاجاز واقليه واوريكم احلى جمبري اقتصادي بتاعنا عشان منه نطلع الوصفه الايه التانيه. وادي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، ادي السمك وطعمته وحلاوته، لونه الذهبي الجميل، الواحده بوحدتها زي ما انتم ما شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله. اعملوه بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي. طيب ايه تاني بقى وصفه يا ست بسيطه؟ يلا بينا اقول لكم على تاني وصفه. ايه بقى؟ صينية السمك بالخضار يا ست بسيطة. انا عندي بطاطس مبشورة، عندي كوسة مبشورة، عندي بصل مقطع حتت صغيرة، عندي فلفل حام على فلفل بارد مقطع حتت صغيرة، عندي دقة توم على فلفل، عندي السمك بتاعنا، وعندي صلصة طماطم. يلا بينا على البوتاجاز اوام نشوف هنعمل ايه احلى صينية سمك بالخضار. انا جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت من اللي قلينا فيهم السمك عشان يطعم لنا الخضار بتاعنا اهو. وادي البصل يدبل وننزل باللي بعده، نزلت بالفلفل يدبل مع البصل بتاعنا، واقوم نازله بدقه الثوم اللي انا دقاها مع الفلفل وشويه الملح. هنزل بقى بالبطاطس المبشوره بتاعتي واقلبها تقلبتين، وبعدها على طول اقوم نازله بالكوسه المبشوره وبرده اقلبهم مع بعض كلهم. ننزل بقى بالقوطه بتاعتنا، وادي الخضار بتاعنا مع الطماطم اتسبك واستوى. اجي بقى انزل بالسمك بتاعنا اقلبه تقلبتين بالظبط. نزلت بالقوطه ونزلت بشويه الملح، اسيب بقى خضارنا مع القوطه يتسبك، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. انا فضيت الخضار بتاعنا بالسمك بعد ما اديت السمك تقلبتين، السمك مستوي الخضار مستوي، هحطه في الفرن تحت الشوايه ياخد الوش الجميل، ونشوف احلى واطعم صينيه سمك بالخضار. ادي صينيه السمك بالخضار بتاعنا، بسم الله ما شاء الله على ريحتها وعلى جمالها، حاجه كده تفتح النفس. وادي اكلنا، ادي جمبري الغلابه جمبري الاقتصادي، بسم الله ما شاء الله على ريحته وعلى لونه وعلى حلاوته، مع شويه رز حلوين مع شويه سلطه مقطقطين مع شويه عيش صابحين. احلى واطعم اكل. الف صحه والف هنا على قلوبكم. شفتوا السمك البسيط
اللي معظمنا بيتلاشاه، او لو جابوه بيخللوه. لا، بسم الله ما شاء الله، عملنا منه وصفتين حلوين، وادي الاكل قدامكم، والعين تاكل قبل البق. الله اكبر على احلى اكله عندنا. قومي وجربي واعملي الاكل الحلو الجميل دوا عشان ما تندميش. الف صحه والف هنا على قلوبكم. ما تنسوش الست بسيطه بالدعوه الحلوه، باللايك، بالاشتراك، بتفعيل زر الجرس. يومكم كله هادي ونادي ومليان علينا وعليكم بالسعادة وبالرضا من عند رب العالمين. قولوا آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.